السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الشتا بقى وعمايله وسنينه، مش عايزة اقول لكم احنا عاملين ازاي في الجو ده. جو ساقعة وجعانين والليل طويل قوي قوي قوي. تعالوا بقى كده نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل احلى سندوتشات، مش فارقة معانا الساعة كام بصراحة يعني. المهم ان احنا جعانين بالليل وعايزين ناكل. بصوا، عندي هنا كده 3 بطاطسيات، وعندي بصلتين، وعندي كده كام قرن فلفل قطعتهم. الموجود عندي كان ساعتها قطعته، خرطت كده البطاطس صوابع، والبصل كده قطعته حلقات، ومعايا هنا ليمون هعصره على البصل واحط عليه شوية خل زي ما انتم شايفين كده. الجوع بعد الساعة 12 ده حاجة وحشة قوي. تمام كده، بصوا هعصر الليمون كله على البصل بتاعي وهركنه شوية، احط عليه كمان شوية خل. هنعمل بقى احلى سندوتشات ممكن تاكلوها في حياتكم بعد الساعة 12 بالليل. خلاص كده عصرت الليمون كله، معايا كده ليمونتين كانوا كبار. هحط بقى حبة كده من الخل بما اننا عاملين مقاطعة، ف يعني لقيتها كده في السوبر ماركت جبتها على طول. طبعا كلنا فاكرين شركة قها ومنتجاتها كلها، يا ريت ترجع كل منتجاتها يعني. حطيت كده شوية خل بسيط لان هو مركز جدا. معايا بقى البطاطس بتاعتي دي كنت نقعها في شوية ملح برضو كده ومية وخل. قطعت كمان الفلفل بتاعي ده كده طرنشات ونضفته. يلا بينا بقى نحمر البطاطس بتاعتنا دي ونشوف هنعمل سندوتشات ايه. المهم بقى حطينا كده البطاطس في الزيت حمرناها. عايزين بقى نعمل اي سندوتشات كده تسد الجوع بتاع نص الليل ده. دعبسي بقى كده في التلاجة، لقيت هذه الجريمة. بصوا، كان عندي رنجايتين في التلاجة، طلعتهم كده خليتهم ونضفتهم. وخلاص بقى حمرنا البطاطس، هنعمل سندوتشات رنجة بس بطريقة حلوة، يعني هنقدمها كده بطريقة شيك وحلوة. ودي كده معلقتين مايونيز، هحط كده كمان عليهم معلقة طحينة بيضة وهقلبهم على بعض. تعالوا بقى، كان عندي عيش سوري لسه جايباه. هنعمل الرنجة بتاعتنا دي شاورما. هاخد بقى كده العيش، بصوا لسه طازة، شايفين بقى طري ازاي. هحط كده ميكس من المايونيز على الطحينة. هاخد بقى كده الرنجة بعد ما قطعناها وبعد ما خليناها ونضفناها زي ما انتم شايفين كده، وشلنا منها الشوك كله. بصل بقى وفلفل وبطاطس. كده بقى رتبي السندوتش بتاعك، لو عندك كمان فلفل الوان ممكن تحطي اي حاجة بقى عايزة تحطيها حطيها. معلقة كمان كده من المايونيز على الطحينة ده. لفي بقى سندوتشات كده، احلى سندوتشات شاورما ممكن تاكليها هي سندوتشات الرنجة. حطوا بقى لايك للفيديو ما تنسوش، وفعلوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. اشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. عملت كمان واحد اهو زي ما انتم شايفين، بطاطس بقى كده ورنجة وبصل مش عايزه اقول لكم بقى، كانت سندوتشات فظيعه مع كوبايه شاي بقى. خلاص كده الدنيا وما فيها. اهو زي ما انتم شايفين كده هنلف السندوتش، بصوا حجمه كبير ما شاء الله. خلصت بقى كده السندوتشات بتاعتنا واديتها كده تحميصه على النار كده في صينيه بمعلقه زيت بسيط. بصوا بقى، عايزاكم تشوفوا معايا منظر السندوتش عامل ازاي. بسم الله، حاجه كده تحفه ما شاء الله، اللهم بارك، بألف هنا وشفا. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. مختلفه بقى عن الرنجه اللي احنا بنعملها سلطه، وكمان مختلفة عن اننا ناكل الرنجة بالعيش البلدي. بصراحة يا جماعة في العيش السوري تحفة، مع ميكس بقى البطاطس والبصل والفلفل الاخضر ده، حاجة كده تحفة ما شاء الله. عايزة تحطي طماطم بقى حطي، بس انا مبحبش اكل طماطم مع الرنجة بصراحة يعني. بصوا زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، اللهم بارك، بألف هنا وشفا. جربوها بقى، ما تنسوش تقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. دلع نفسنا بقى، كمان لسه باقي معانا شوية بصل اهو. واحنا مش عشان هناكل بعد الساعة 12 بالليل يبقى ناخد السندوتش كده في ايدينا وخلاص، لا، ده احنا هنشغل بقى التلفزيون وهنقعد نشوف لنا بقى فيلم ولا اي حاجة كده نتفرج عليها واحنا بناكل الجريمة دي.
مع كوباية شاي بقى كده عظمة. يلا ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس على علامة الكل.